تعالوا بقى نعمل مع بعض طحينة المحلات اللي بجد بمعلقتين طحينة بس هنطلع بيها يعني نص كيلو طحينة. مش عايزة اقول لكم على الطعم والجمال، والطعم حكاية وروعة. يلا نشوف طريقتنا. اول حاجة، سبت مية تغلي هنا على النار وحطيت رغيفين عيش شامي او بلدي، مفيش مشكلة خالص. اول بس ما يخلصوا كده معايا هصفيهم من المية، والمية خليها هنزود بيها الطحينة بتاعتنا. حطيتهم في الخلاط بالمنظر ده، وهضيف معلقتين طحينة بس، وبجد الطعم هتلاقيه روعة جدا. وهي دي الطريقة الأصلية اللي بيعملوا بيها في المحلات عشان يكتروا الكمية. نزلت بمعلقتين الطحينة، وكنت بعملها مع السمك فحطيت معلقة من دقة السمك. انت لو ما بتعملهاش يبقى 3 فصوص من الثوم المفروم. وبعد كده نزلت بمعلقة صغيرة كده من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة كده من الكمون. حوالي كده معلقتين كبار من الخل. وكمان حطيت رشة بسيطة من الشطة، بس ما جاتش في التصوير. وهخفف بقى معايا في الخلاط. تخففي كل ما تحتاج مية زودي من المية بتاعة العيش. وبعد كده بس كده خلصت معايا. وعايزه اقول لكم الطعم حكايه وروعه. حابه تضيفي نص ليمونه، مفيش مشكله خالص، هتبقى زي الفل. بجد روعه. شايفين الكميه؟ كل دي الكميه اللي طلعت معايا منها. بجد مش عايزه اقول لكم الطعم، انا انبهرت، انا اول مره اجربها. وبجد النتيجه روعه. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسنيش باللايك والشير ومتابعه للصفحه.